كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى. وطبعا العيد يعني كبدة بلدي. النهاردة هنعمل كبدة العيد الفلاحي والبلدي الصح، وهقول لك على التتبيلة السحرية والسر اللي بيخلي الكبدة البلدي طرية وما بتغيرش ولا لونها ولا تجلد معاكي أبدا. مفيش عيد أضحى من غير صينية كبدة بلدي محبشة بالثوم والليمون، وريحة هتوصل لآخر الشارع، وطعم هيرجعك لأيام زمان. بس ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم. يلا بينا مع بعض نجهز فطار أول يوم العيد ونشوف الطريقة دي. جبتي طاسه بس تكون واسعه كده، ونزلتي فيها دلوقتي معايا قطعه ليا كده حلوه تكون مقطعه قطع صغيره تنزلي بيها. ولو مش بتحبي الليا تقدري تحطي اي دهون بتحبيها. ونزلتي كده بربع كوبايه زيت حوالي معلقتين ثلاثه، ونبدا دلوقتي نشوح كويس قوي في الزيت مع الدهون اللي انت حطاها. قطعه الليا دلوقتي لونها هيتحمر معانا شويه، ودي خطوه مهمه عشان تنزل كل العصاره اللي فيها وتديكي طعم وريحه في منتهى الجمال. قلبي بقى كده شويه، شايفين يا جماعه شكلها ابتدى يتغير معانا ازاي؟ ودي الريحه اللي احنا بنشمها في الشارع وتجذبك كده وتقولي ايه اروح اشتري سندوتش. لازم الدهن يا جماعه او اللي هي تتحمر معانا، ودي الريحه اللي بتشميها بره بالطريقه دي. فدي خطوه مهمه جدا انك تحمريها وتسخن معاكي جدا جدا عشان تطلع معاكي وتديكي نتيجه جميله وهايله في منتهى الجمال. معانا دلوقتي جايبه كيلو كبده، ومعانا دلوقتي كلاوي، ومعانا دلوقتي قلوب. وطبعا الكبد والقلوب بيبقى فيها حلويات بيضه كده بتديكي طعم خطير وفي منتهى الجمال. هنزل بيها الاول كده بالقلوب والكلاوي، ودي خطوه مهمه لان طبعا احنا عارفين ان هم بياخدوا سوا شويه عن الكبده. الكبده ما بتستحملش وما ينفعش تقعد كتير على النار. يلا بينا دلوقتي هنشوح كويس جدا في دول لحد ما يستووا، تحسي ان هم داخلين على سوا كده، لا يقل عن 5 6 دقائق. طبعا كلنا في العيد لازم نفطر كده بالكبده البلدي، ودي اساسي كل بيت مصري لازم ده اساسي الفطار. يلا بينا دلوقتي نشوح بالطريقه دي لحد ما تستوي معانا كويس، وهنشوف دلوقتي كل الخطوات اللي هتطلع معاكي احلى كبده بلدي هتاكليها في حياتك. وما تشتري الحاجه من بره واعمليها في البيت، بتشتريها غاليه، مع ان في البيت تقدري تعمليها انضف واحلى بكتير، مكونات بسيطه جدا. قلبي بالطريقه دي وشوحي، شايفين لونها يا جماعه؟ كل ما تشوحي بيفتح وبيستوي معانا، حاجه جميله وروعه وفي منتهى الجمال. يلا اعمليها كده في بيتك، ويا جماعه فعلا خطيره وفي منتهى الجمال. شوحي كده اهوت لحد ما لونها يتغير معانا. وكل سنه وانتم طيبين، وعيد اضحى مبارك، وحاجه كده في منتهى الروعه. قلبيها يا جماعه بالطريقه دي، شايفين ريحتها يا جماعه تتاكل لوحدها كده والله، حتى ما محتاجه كبده، في منتهى الجمال. ودلوقتي بعد ما شوحناها واستوت معانا، شايفين خدت اللون الجميل ازاي؟ هننزل ببصلايه متوسطه، وما تخافيش من البصلايه، هيديكي طعم مميز جدا يا جماعه. طبعا احنا كلنا عارفين ان اغلب الناس بيعملوها بالثوم بس اعملي التركه دي خطيره. هننزل دلوقتي باربع خمس فصوص ثوم بقى، وشم الريحه والجمال والعظمه دي. هنشوح بقى البصل مع الثوم مع الكلاوي ومع القلوب، هيديكي ريحه وطعم في منتهى الجمال. قلبي بقى كويس كده، ده كله بنجهز بقى للكبده اما تنزل بقى كده مع بعضها وتشرب من الصوص دوت، وتفرجي على احلى طعم ودوقي احلى كبده هتاكليها من البيت. البصليه دي يا جماعه بتفرق جدا في الطعم يا جماعه، جربيها كده ومش هتندمي. قلبي بقى كده وشوحي البصلايه لحد ما تدبل معانا ويبقى لونها ذهبي شويه كده، وتاكلي احلى كبده من البيت. قلبي بس كده خالص وشوحي، شايفين يا جماعه شكلها عامل ازاي؟ في منتهى الجمال. يلا بينا دلوقتي مع بعض بعد ما شوحناها. معايا دلوقتي فلفل الوان اخضر واصفر واحمر، وتقدري تحطي فلفل اخضر خالص مفيش اي مشكله خالص، بس فعلا بيفرق في الطعم. واعملي بقى كميه كده عشان تاكلي الاسره كلها، وحاجه جميله وكل سنه وانتم طيبين. بصوا يا جماعه الجمال والعظمه دي طريقه جدتي وطريقه والدتي، بس كانوا بيكتروا البصل شويه فيها، وكان طعمها بيبقى خرافه في منتهى الجمال. طبعا كنا بنذبح في البيت، وفي الحاجات دي كنا بنعملها خطيره يا جماعه. قلبي بقى كده بالطريقه دي، هيديكي طعم وريحه في منتهى الجمال. عاوزه تكتري البصل براحتك، عاوزه تكتري الثوم براحتك زي ما انت عاوزه. يلا بينا دلوقتي بعد ما قلبناها بالطريقه دي، شايفين واستوى معانا كل حاجه دبلت، البصله دبلت والفلفل ابتدى يدبل بسيط، يعني برضو تسيبي فيه قرمشه كده تيجي تاكليها تلاقيها كده طعم الخضار فيها مش مستوي جامد ولا مهري. بعد ما قلبناها بالطريقه دي، يلا بينا دلوقتي هنوسع مكان كده للكبير وننزل الكبده البلدي دي. ما تقلبيش يا جماعه، بصي يا دوبك تفتحيها كده اهوت، توزعيها كده بالراحه كده، اوعي تقلبي. عاوزه تقلبي بقى تجيبي المعلقه من تحت، وبالطريقه دي من تحت كده، وبطريقه بسيطه كده، شايفين بالطريقه دي اهي، بتقلبيها كده. لكن لو قلبتيها كده هتخلي الكبده تتهري معاكي، لا ما تعمليش الخطوه دي. واحده واحده بقى، يلا ننزل بالتوابل الخطيره دي. معايا دلوقتي معلقه كزبره ناشفه، ونص معلقه فلفل اسود، ومعلقه ملح صغيره، ومعلقه كمون، ومعلقه بابريكا. وننزل بقى بالتوابل الخطيره دي اللي هيختم بقى بالطعم الخطير.
تبتدي بقى تشوحي بالراحه بقى كده، الكبده ابتدت تاخد لون اهي، خلاص نقلب كده على خفيف براحتنا. شوفوا يا جماعه والله الريحه جايبه لاخر البيت، خطيره وجميله وفي منتهى الروعه. قلبي كده بالراحه من تحت لتحت. طبعا احنا ما بنحط الكبده ما بنسويهاش جامد، يعني الكبده كمان 5 دقايق كده بالظبط بتكون استوت معانا. من تحت لتحت تقلبي بالسباتولا بالطريقه دي، بس بالراحه عشان ما تهريش الكبده. اهي شايفين يا جماعه، خطيره يا جماعه وريحتها جميله. قلبي بالطريقه دي واعملي بقى سندوتشات فينو. هزيد دلوقتي معايا معلقه ليمون، ليمونه كبيره وعصرتيها، وتقدري تحطي بدل الليمون تحطي معلقه خل كبيره، برضو بتفرق معانا لو في اي زفاره او حاجه. طبعا انا غسلاها كويس الكبده وشايله في غشاء بيبقى بره كده في الكبده، خليت الجزار شالولي. الغشاء الابيض ده لازم يتشال، اللي بيبقى فوق الكبده. وتبداي بقى تقطعيها كده مكعبات، عاوزه تعمليها شرايح مكعبات متوسطه كبيره زي ما انت عاوزه. هننزل بقى دلوقتي برشه جوز الطيب، ودي خطوه اختياريه بس فعلا بتفرق في الطعم جامد يا جماعه. شايفين يا جماعه، بصوا رشتين صغيرين. ونبتدي دلوقتي مع بعض نقلبها كده بالراحه عشان تشرب بقى من التوابل ومن كل الاطعم ومن رشه جوز الطيب. هيديكي طعم وريحه في منتهى الروعه. يا سلام بقى في الاخر كده لو جبت فحمايه وحطيتي كده ورقه فويل في النص، وحطيتي الفحميه بعد ما تولعيها ونقطه زيت عليها وتغطيها، هتخلي الطعم ريحه الشويه خطير في منتهى الجمال. شايفين يا جماعه شكلها عامل ازاي ولا غمقت معانا، وكل الخضار فريش، حاجه جميله روعه في منتهى الجمال. يلا بقى كده عاوزه رغيفين عيش وابداي هم هم كده وكل الجمال والعظمه دي. شايفين شكلها عامل ازاي، خطيره خطيره وجميله. جربيها وقولي لي رايكم في التعليقات، ولو عاوزين اي وصفه قولوها لي يا جماعه وانا اعملها لكم. شايفين يا جماعه، شايفين هنمسك دلوقتي قطعه كبده استوت معانا ازاي، ما بتقعدش بالظبط 5 دقايق، 5 6 دقايق وكله استوى. يلا بينا دلوقتي في طبق التقديم بقى كده ونشيل الجمال والعظمه دي. شايفين يا جماعه، تقدري برضو تزودي جزريه تبشريها مع الصوص دوت، مفيش اي مشكله خالص. الاضافات دي بتاعتك زي ما انت عاوزه. اهو شايفين الجمال والعظمه دي، جميله يا جماعه وخطيره. واعمليها لاولادك كده في البيت. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعود عليكم الايام بخير، ودايما كده يا رب متجمعين في الخير. انزلي بقى كده اهوت بالجمال والعظمه ده. شايفين الصوص اللي تحت دوت اللي طلع من الكبده، يا سلام بقى لو رغيف فينو او رغيف عيش بلدي وغمستي بيه. شايفين يا جماعه شكل الكبده الخطير استوت معانا وشكلها عامل ازاي، في منتهى الروعه وفي منتهى الجمال. يلا بينا دلوقتي هنجيب رشه بقدونس كده، رشه كزبره زي ما انت عاوزه عشان نزود الجمال جمال. شايفين يا جماعه جميله وخطيره ازاي. ودي كانت طريقتي لكبده العيد، مفيش اسهل ولا اطعم منها لو اتعملت على اصولها، اللي هتخلي ريحه بيتك تقلب الشارع كله. جربوها بالطريقه دي على ضمانتي، ومستنيه تقولوا لي رايكم في التعليقات. بتحبوا فطار اول يوم العيد كبده وبس؟ ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم. انتظروا باقي وصفات العيد الجايه اللي هتكبر السفره، وكل سنه وانتم طيبين وبالهنا والشفا.